زبون دخل المحل كده وانا واقف على المحمصه بشرب فنجان قهوه، قال لي انا عايز يا عم فوده فنجان قهوه كده يكون بيضرب في النافوخ، حاجه كده تكون سعرها حلو وفي نفس الوقت ما فيهاش غلطه وكافيينها يكون عالي كده، وفي نفس الوقت ايه الدنيا تكون رايقه كده وسعرها هادي ما تكونش سعرها غالي قوي عليا. قلت له بس يا عم اتقل كده بس ننزل التحميصه ديت ونسيبها تبرد كده وتعالى نعمل فنجان قهوه مع بعض. المهم رحت على الاندونيسي قلت اظبط بيه الوش كده، وقمت واخد له منه 50 جرام من البن الاندونيسي اظبط بيهم الوش. وبعدها قلت بس اخد بيه هند روبستا كده علشان ايه اظبط القوام بتاع القهوه. خدت له 50 جرام من البن الهند الروبستا و50 جرام من البن البرازيلي يظبطوا الريحه بتاع القهوه كده والكريمه بتاعتها. وبعدها رحت على اخوك الكولومبي خدت منه 25 جرام عشان اظبط بيهم الكافيين بتاع القهوه. ورحت على اخوك الهند الارابيكا وقمت واخد منهم 25 جرام اظبط بيهم التوليفه. احوج التوليفه ده عشان ما تمررش بقى ببذور الحبهان كده، مش هحوجها بحبهان حصى. وقمت جاي مديلها شويه جوز الطيب خفاف وشويه ورد على قرنفل كده روقت بيهم طحنت. وبصراحه التوليفه طلعت بص ريحتها فنفاذه جدا والتوليفه كانت جامده جدا. وبعدين عبيتها له. ولو انت ما تعرفنيش فانا علاء فوده بقدم محتوى عن القهوه، فلو انت بتحب القهوه وما بتحبهاش تابعني.